السادة النواب تيكمل. سيدة الرئيسة أرجو عدم احتساب الوقت الذي تم تضييعه من طرف السادة النواب على حساب وقت سيد الوزير. تفضل سيد الوزير. أقول سيدة الرئيسة وأقول للجميع إن الجسد الحزبي كالجسد البشري يفرز الأوساخ بشكل طبيعي، ويحتاج الإنسان أن يذهب إلى الحمام ليتخلص من الأوساخ. الجسد الحزبي يحتاج أن يلج باستمرار حمام المحاسبة الذاتية والتخليق الضروري للتخلص من الكائنات الانتهازية والنفعية. أنبه إلى أن الإنسان الذي لا يتخلص من أوساخه فإنه مع الزمن تتكاثر الأوساخ وتصبح مع مروره قاذورات وميكروبات وفيروسات تؤدي في النهاية إلى هلاك الكائن الحزبي. شكرا. شكرا سيد الوزير. نقطة نظام سيد السيدة الرئيسة للأسف. واش نقطة نظام سيد؟ نقطة نظام نعم. تفضل. لأنها تتعلق بطريقة تسيير الجلسة والتسيير فيها السؤال والجواب. إذن فاحنا للأسف أننا انتقلنا من يعني من لغة التشريعية السياسية إلى لغة الحمامات، إلى لغة الحمامات والكسالات. نعم فأعتقد هناك أجساد وسخة تحتاج إلى تنظيف، وهناك أفواه وسخة تحتاج إلى تنظيف. فلذلك أقول سيدة الرئيسة نعم لتكون الجرأة للحكومة وللسيد الوزير المحترم أن يخرج الملف مكناس. سيد الرئيس لو سمحت. سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس. نقطة نظام تتعلق بالتسيير ولا بمقتضيات النظام الداخلي. شكرا. ننتقل سيدات وسادة النواب لو سمحت. ننتقل شكرا السيدة الرئيسة. غير في اطار التنبيه على عنده حق في نقطة نظام، كيف الديمقراطية هذه. الحكومة تنبه، لا حق لك في المقاطعة، هذا هو اللي مؤكد. سيد الوزير على السيدة الرئيسة أن ننبه الرئاسة المحترمة بأن مقاطعة السادة الوزراء ليست من أخلاق هذا المجلس ولا العلاقات بين الحكومة والبرلمان. سيد الوزير النظام الداخلي نقطة نظام مادة 103. سيد الوزير هو رفع الجلسة. السيد الوزير لو سمحت. غير قانوني. أنا أنبه الرئاسة إلى أن مقاطعة الوزراء ليست عملا قانونيا. مقاطعة الوزراء ليست عملا قانونيا. صار بالبال ولهذا سيد الرئيس سيد الوزير لو سمحت. سيد الوزير عبرت على الفكرة. سيد الوزير لو سمحت. السيد الوزير لو سمحت. صافي عبرت على الفكرة. مقاطعة صافي سيد الوزير.
السيد الوزير. السيد الوزير. السيد الوزير، نواصل نقطة نظام مؤطرة ب واش انا غدير؟ رفعت الجلسة. يلا شوفوا